النهارده ذكرى وفاة الفنان حسن فايق، واحد من أبرز الفنانين الكوميديين في مصر، وتعتبر ضحكته هي الأشهر في السينما المصرية. وصل عدد أعماله الفنية في السينما والمسرح والإذاعة لأكثر من 170 عمل فني. اتولد حسن فايق في اسكندرية يوم 7 يناير سنة 1898، واشتغل في أول حياته بائع في محل ملابس للسيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية. بدأ فايق رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده اللي كان رافض شغله في الفن، وهو عنده 16 سنة شارك في مسرحية فران البندقية مع روزا اليوسف، وبعدها انضم لفرقة عزيز عيد اللي سابها وكون فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان ملكة جمال سنة 1919. ده غير انه اشتغل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني، وكان عايش معاه صديقه الفنان حسين رياض في أوضة فوق السطوح بحي السيدة زينب في بداية مشواره الفني. اشتهر في أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، كمان اشترك في بطولة أفلام كتير مع كبار النجوم زي إسماعيل ياسين، ومن أشهر أدواره الكوميدية في السينما أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز. اتصاب الفنان حسن فايق بالشلل النصفي وفضل يعاني منه لمدة 15 سنة قبل وفاته بهبوط حاد يوم 14 سبتمبر سنة 1980. اتجوز حسن فايق مرتين من خارج الوسط الفني، المرة الأولى من السيدة نعيمة صالح وهي أم أولاده، والثانية من السيدة حورية صبور بعد وفاة زوجته الأولى، وكان يبلغ من العمر 62 سنة وهي كانت في ال30 من عمرها. قول لنا على فيلم بتحبه للفنان الراحل حسن فايق.